تخيل لو تقدر تفتح باب وتخرج منه تلاقي نفسك سنة 1920 أو حتى سنة 2150. تفتكر السفر عبر الزمن هو مجرد خيال علمي ولا في تجارب حقيقية حصلت فعلا وبيتم التعتيم عليها؟ في حلقة النهاردة هنفتح ملفات سرية من قلب الفاتيكان لمعامل الجيش الأمريكي، وكمان نظريات أينشتاين للثقوب السوداء، وهنسأل السؤال اللي بيخوف الكل: هل فعلا في حد سافر في الزمن؟ تابع الحلقة وخلينا نشوف. ألبرت أينشتاين في سنة 1905 قال جملة غيرت العالم: الزمن مش ثابت. يعني ايه الكلام ده؟ تعال اما احكي لك اكتر. يعني الوقت ممكن يمشي اسرع او ابطأ حسب السرعة والجاذبية. تجربة شهيرة كمان اتعملت اطلقوا فيها ساعتين ذريتين. العلماء حطوا واحدة منهم على طيارة والتانية على الارض. بعد الرجوع الساعة اللي في الطيارة اتأخرت بجزء صغير من الثانية. تفتكر ده معناه ايه؟ يعني السفر للمستقبل ممكن، ولكن الماضي هنا هتبدأ المشكلة. جهزوا نفسكوا للأبعاد الجديدة. خلي بالكوا إن طول الفترة اللي فاتت ومن سنين طويلة كان السفر عبر الزمن حلم للناس كلها، وخصوصا اللي معاهم الموارد الكافية لده. في السبعينات كاهن إيطالي اسمه الأب إرنيتي قال إنه شاف صلب المسيح بعينه. تفتكر ده إزاي؟ عن طريق جهاز اسمه الكرونوفايزر، جهاز اخترعه علماء من الفاتيكان وبيحاكي الصور الطاقية المحفوظة في الكون. الجهاز ده بيعتمد على فكرة إن كل حدث بيترك بصمة في نسيج الفضاء، وكأن الكون بيسجل كل حاجة حصلت قبل كده. وخلي بالكم من نقطة: قبل ما تنتشر المعلومة دي كان في فيلم للممثل الأمريكي دينزل واشنطن اسمه ديجافو، كان بيحكي عن نفس الموضوع، وإن في مجموعة علماء تبع الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية قدرت إن هي توصل جهاز يخليهم يشوفوا الجرائم اللي حصلت ومين اللي عمل الجرائم دي عشان يعرفوا يوصلوا للجاني. ده في الحالات اللي هم مش عارفين يوصلوا للجاني في الحقيقة. تفتكر دي صدفة ولا ده فعلا حقيقة؟ خلينا نشوف اللي بعد كده. لكن فجأة الجهاز ده أو جهاز الكرونوفايزر عامة تم منع الكلام عنه، والجهاز اختفى بشكل نهائي، وكمان اختفى الأب إرنيتي. السؤال اللي هنا اللي محتاجين نعرفه ونسأله: هل الفاتيكان عنده آلة فعلا بيقدر يشوف الماضي فيها؟ ولو هو عنده حاجة زي دي فعلا، تفتكر ليه بيتكتم عليها؟ أمريكا طبعا لازم يكون ليها دور في حاجة زي كده. سنة 1943 وخلال الحرب العالمية التانية الجيش الأمريكي حاول يعمل سفينة غير مرئية للرادار بشكل نهائي. التجربة اتسمت بمشروع فيلادلفيا، لكن اللي حصل كان مرعب. خليني أقول لكم إن السفينة لما بدأوا يعملوا عليها التجربة اختفت تماما قدام الناس، وظهرت في مينا تاني بعيد جدا عن المينا اللي كانوا بيجربوا فيه التجربة بتاعتهم. وبعدها بدقايق رجعت السفينة مرة تاني. لكن مش هنا المشكلة. المشكلة ان الجنود اللي كانوا موجودين عليها حصل لهم كارثة اكبر من اللي انت ممكن تتخيله. جنود منهم جسمهم اندمج في جسم السفينة، وفي منهم اللي اختفى ومحدش عارف منه هو فين، وفي منهم اللي قالوا ان فعلا راح المستقبل. والغريب ان الجيش بعد ما عمل التجربة دي قال ان التجربة دي ما حصلتش، وانكر اي حاجة ليها علاقة بالتجربة دي. وطبعا المحاولات عمرها ما سكتت وعمرها ما بطلت. خليني اقولك ان في الفترة ما بين 1970 و 1983 وفي قاعدة سرية في مدينة نيويورك اسمها مونتوك اتعملت تجارب على الأطفال، تخاطر
سفر آني وتحكم في الزمن. الأطفال كانوا بيتوصلوا بأجهزة معينة وبيتم تدريبهم على التركيز الذهني لفتح بوابات في الزمن. بعضهم قال إنه شاف الديناصورات، بعض منهم قال إنه راح لكواكب تانية وشافها بنفسه، وفي منهم اللي راح واختفى ومرجعش تاني. بس تفتكر هل ممكن العقل البشري يفتح بوابة زمنية؟ وهل فعلا الأطفال كانوا مفاتيح التجربة دي؟ خليني أقولك إن الطبيعة فيها بوابات زمنية فعلا تقدر إن أنت ممكن تنتقل منها لبعد تاني أو لمكان تاني، وهي الثقوب السوداء. الثقوب السوداء دي مش مجرد أماكن بتسحب المادة، لأ، دي كمان بتشوه الزمن. في علماء قالوا إن الثقوب السوداء ممكن تكون بوابات تربط أزمنة مختلفة، وفي نظريات تانية بتقول إنك لو دخلت في ثقب أسود ممكن تخرج منه في زمن تاني. بس المشكلة هنا إن محدش عارف أنت هتخرج فين أو حتى هتخرج إزاي، واللي أكبر من كده واللي أخطر، محدش عارف أنت ممكن إزاي ترجع للزمن اللي أنت كنت فيه أو النقطة المحددة اللي أنت كنت موجود فيها، ودي كارثة الثقوب السوداء. خليني أقولك إن المركز الأوروبي لأبحاث الفيزياء سيرن بيجرب أقوى مصادم جزيئات في العالم، وركز علشان اللي جاي ممكن يصدمك شوية. كان الهدف من الجهاز اللي بيخترعه ده هو فهم أسرار المادة والطاقة والزمن، لكن في ناس بتقول التجارب دي ممكن تفتح شقوق في نسيج الواقع. في 2016 ظهر فيديو غريب داخل سيرن، ناس بملابس سودا بتعمل طقس غريب قدام تمثال الإله شيفا. ناس قالت إن دي عبارة عن خدعة، وناس تانية قالت لأ، التجربة خرجت عن السيطرة. بس خلينا نقف هنا لثواني. الناس اللي شافت فيلم افنجرز الجزء الأخير اند جيم، ما خدتش بالك إن نفس فكرة سيرن هي نفس الفكرة اللي عملوها عشان يرجعوا في الزمن في الفيلم؟ مجرد سؤال، وقولي رأيك في التعليقات وخلينا نعرف أكتر. في ناس برضو ادعوا انهم سافروا عبر الزمن. خليني اقولك كأمثلة: جون تايتر، شخص ظهر على الانترنت في سنة 2000 وقال انه جاي من سنة 2036، واتكلم عن حرب عالمية واجهزة IBM القديمة. قال ان في حرب عالمية هتحصل في خلال الفترة دي، وانها مش هتكون حرب عادية، دي هتكون حرب وجودية. وباقي الكلام اتسطر عليه الجهات اللي كانت بتحقق مع الشخص ده. واتكلم برضو عن أجهزة IBM القديمة تحديدا، وإنها هترجع تاني تظهر بسبب تكنولوجيا مرعبة هتهدد وجود البشر. وبرضو الجهات اللي بتحقق معاه كتمت على الموضوع والحكاية اتقفلت. أما بقى الشاب نوح أو نوح بالعربي، هو شاب ظهر في فيديو وبيبكي وبيقول إنه جاي من سنة 2030، ووصف اختراعات ما ظهرتش وقتها واتحققت بعدها. الشاب الأمريكي كان بيقول إنه مزنوق ومش عارف يخرج من سنة 2018، ومعرفش يخرج وبيرجع تاني لسنة 2030 اللي هو جاي منها. الرواية دي بتختلف عن الرواية اللي فاتت بتاعت جون تايتر، عشان الرحلة دي رحلة للماضي مش رحلة للمستقبل. الشاب اللي قال على نفسه نوح كشف عن قائمة معقدة جدا من التنبؤات المستقبلية لما ظهر في تسجيل مصور على إحدى القنوات. القناة دي وهي بتصوره أخفت معالم وشه تماما عشان محدش يقدر يتعرف عليه. ظهر الشاب ده وهو ماسك ورقة مكرمشة كان بيقول إن اللي عليها ده هي مجموعة من التواريخ الدقيقة لأحداث حصلت في المستقبل. الشاب ده كان تم إخضاعه لجهاز كشف الكذب، لكن النتيجة اللي ظهرت من الجهاز ده ما كانتش سلبية. يعني واضح كده إن الشاب ده بيقول كلام حقيقي، وهو يتكلم أكتر عن الاحتباس الحراري والحرب اللي هتقوم في الفترة دي. وقال إنه في سنة 2028 هيتم الكشف عن آلية السفر عبر الزمن.
وقال إن في سنة 2019 هتبدأ تكتر مشاهدات لأجسام غريبة. تفتكروا ده لحد دلوقتي لسه ما حصلش؟ وتوقع إن في سنة 2020 إن في مظاهرات هتحصل للناس اللي بيعارضوا التكنولوجيا الجديدة. وكمان قال إن دونالد ترامب هيتم انتخابه مرة تانية في 2024-2025 في انتخابات الرئاسة الأمريكية. تفتكروا فاضل إيه لسه ما حصلش في الكلام اللي اتقال ده؟ بس السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، هل الناس دي فعلا مجانين؟ أو عندهم مثلا قدرات مخلياهم إن هم يشوفوا حاجة معينة إحنا مش قادرين نوصل لها؟ ولا الناس دي فعلا راجعة من المستقبل؟ كل ده بيخلينا نسأل سؤال مهم جدا، هل إحنا فعلا في الزمن الصح؟ ولا في حاجات بتتغير حوالينا وإحنا مش واخدين بالنا؟ تفتكر إن فعلا الوقت اللي إحنا عايشين فيه ده صح؟ ولا في حد غير الوقت والتاريخ في الفترة اللي فاتت، لعب في الإعدادات يعني؟ دكتور محمود صلاح كان ليه كلام خطير جدا عن الناس اللي قدرت إن هي تغير الوقت والتاريخ. في حاجة حصلت في 2019 وانا يمكن ما زلت بأؤكد ان في 2019 حصل تغير كبير جدا على مستوى الوعي وعلى مستوى حاجة حصلت في الارض نفسها. الناس لحد دلوقتي مش قادرة تفهم ومش قادرة تصدق ان احنا عدينا من 2019 وان احنا دلوقتي في 2025. لما بتسأل اي حد بيقول لك انا حاسس ان في حاجة غلط حصلت. انا عمال ادور على فكرة وعمال ابحث عشان اعرف بالظبط ايه اللي حصل. في تسارع زمني حصل في 2019، تسارع زمني غير مبرر، فقدنا الإحساس بالوقت الطبيعي، فقدنا الإحساس بالشهور والسنين. بقى اليوم بينتهي أسرع من 24 ساعة، الأسبوع بقى بيجي بعد أسبوع وكأنه اللي مر هم يومين أو 3 بس. سر التسارع ده كله في 2019. آخر إحساس طبيعي لينا كلنا بالوقت الطبيعي كان في 2019، ومن 2019 كل حاجة اتغيرت. وبعد ده كله خليني أسألك على حاجة مهمة. تفتكر لو الزمن مش خط مستقيم واحنا بنعيش نفس اللحظات بس في أبعاد مختلفة، ولو قدرت تسافر للزمن تفتكر هتروح فين؟ وناوي تعمل ايه؟ سواء إذا كنت رحت للمستقبل أو رجعت للماضي. قول لنا رأيك في الكومنتات، وشارك الفيديو مع اللي عنده عقل مستعد يصدق الكلام اللي احنا قلناه، مستعد يصدق إن كل حاجة ممكنة.